أهلا بيكم في حلقة جديدة، ودي تعتبر من أهم الحلقات في فقرتنا، وهي فقرة الشاي الأخضر اللي بنشغل فيها الكاميرا الأمامية. نجيب المايك بتاعنا اللذيذ، مايك هنا ومايك هنا، وكمان بنبتدي إن احنا يا جماعة نجيب شاي أخضر ونبتدي نصور ونبتدي بس نتكلم في مواضيع. ولكن النهاردة معانا موضوع مهم جدا جدا. وموضوع حلقتنا النهاردة أنا مسجله على الموبايل عشان ابتدي اتكلم فيه بشكل كويس جدا. وموضوعنا النهاردة وهو موضوع احترام الانسان لنفسه. يعني ايه احترام الانسان لنفسه؟ هو انك انت تدرك قيمتك، وانك انت تفضل ماسك بكرامتك ومبادئك رغم اي شيء. ولما لقيت ان احترام الانسان لنفسه ده، لما عاشرت ناس كتير مختلفة في البيئات، لقيت ان كل بيئة بتطلع انسان بيبص لنفسه ازاي. ولكن المشكلة ان هو مش باصص لنفسه ان هو بيعمل حاجة غلط اصلا. ماشي. ازاي اصلا انا ليه بقول احترام الانسان لنفسه؟ ولو افترضنا مثلا انك انت في شغل، تبتدي تلاحظ انك انت في اشخاص ممكن يتنازل عن جزء من نفسه ان هو يتذلل للمدير عشان يوصل لحاجة معينة. في ناس تقولك ده ذكاء اجتماعي. انا مش شايف ان الذكاء الاجتماعي ليه علاقة ان انا اقلل من نفسي، او ان انا افضل لازق لحد، او ان انا افضل انقل كلام او ده ملوش اي علاقة باحترام الانسان لنفسه. ملوش اي حاجة. لانك انت بتدفع تمن غالي قوي عشان توصل لحاجة عبيطة. يعني عشان توصل مثلا ايه، لأجازة زيادة، ل... لمبلغ بسيط في المرتب، حاجات عبيطة يعني. ممكن انت تمدح حد في الشغل ولكن فعلا يكون يستحق ده. انا اكره جدا الناس اللي بتتعين في اماكن كويسة وانا مش قادر ان انا ابص له، مش قادر ان انا ابص له بصة الاحترام. مش معنى كده ان انا غيران منه، لا. وانا اصلا انا اصلا ما وصلتش للمكانة بتاعته عشان ابتدي اغير منه، لا. انا بتكلم اللي هو بيوصل لحاجة مش من حقه، وفي نفس الوقت ايه، بيفتري على الناس. زي مثلا اللي عاوز يشتغل في وظيفة معينة جدا، بيحبها جدا بس مش قادر يوصل لها، لكن جاب واسطة ودخل الشغلانة. بعد ما يدخل الشغلانة تلاقيه بيفتري وبيفتن على الناس اللي حواليه، وبيبوظ سمعة الناس وبيبوظ شغلهم وبيقلل من كرامته. طب يا ابني، ما انت اصلا من اسبوعين ما كنتش قادر انك انت تقعد في مكانك ده انت تقول الحمد لله وتراعي ربنا في الحاجة اللي انت فيها واللي انت وصلت لها. بس ايه، الناس مش مدركة الحاجة دي. فلو انت مضطر انك انت تعمل كده، لا، ما تحاولش انك انت تعمل كده. وحاول انك انت توازن ما بين انك انت فعلا تكون ذكي اجتماعي، انك انت بتعامل كل الناس كويس ولكن بحدود، ما بتقللش من نفسك عشان توصل لحاجة معينة، ودايما بتاخد حقك. ولو خدت حاجة زيادة عن حقك تكون فعلا انت تستحقها، عملت حاجة خلتك انك انت تستحق اجازة زيادة، مرتب زيادة. وانك انت لو بتاخد حاجة مش من حقك، فده في حد ذاته الله اعلم. انا مش بحب اقول ده حلال وده حرام. ده حرام. انا بشوف ان ده حرام. عشان سمعت قبل كده ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم، بيقول ان فلان ده دخل النار بسبب انه قال لحد اللي انت بتعمله ده حرام، او اللي انت بتعمله ده هيدخلك النار. فربنا سبحانه وتعالى بيقول مين اللي ليه السلطة ان هو يدخل حد النار او يقول ان ده حرام وده حلال. فانا بقول وجهة نظري وبس. احترم نفسك، مش بمعنى وحش يعني، احترم شخصيتك، واحترم، خلي عندك كرامة وشخصية، وقول دايما الحق، وخلي كل حاجة على ربنا. ودايما توكل على ربنا في أي حاجة، لأن عارف إن ممكن تكون خايف من اللي أنت بتعمله. توكل على ربنا وربنا سبحانه وتعالى هيوفر لك كل حاجة كويسة
ان شاء الله. كان معاكم اخوكم يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.